السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. اتمنى تكونوا ذاكرتوا ليسون 1، واي حد واقف معايا حاجه في ليسون 1 يبعتها لي على طول. اتمنى لكم التوفيق باذن الله. يلا بينا يا شباب نبدا، يلا بينا نبدا باذن الله. باذن الله هنقفل الساينس مع بعض، هنقفلها وهنجيبها في شويه، يعني هنجيبها في شويه. نبدا في ليسون 2. ليسون 2 تافه جدا زي ايه؟ زي الليسون اللي فات، كلهم تافهين والله، وانا هخليهم لك ابسط ما يمكن. ليسون 2 بيتكلم عن ايه؟ عودتك انا دايما، عودتك ايه؟ عودتك اللي احنا لازم بنرتب افكارنا في الاول، نعرف احنا هندرس ايه في الليسون دوت. تعال يلا اقول لك، تعال الليسون ده احنا هندرس ايه سوا. تعال يلا اقول لك. اول حاجه في الليسون الثاني اهو، ليسون 2 هندرس فيه ايه؟ اول حاجه خالص هندرسها فيه وهو الجراف. ماله الجراف؟ هنعرف ايه هي اهميه الجراف. حلو كده؟ حلو. بعد كده هناخد ايه؟ بعد كده هناخد تاني حاجه الجراف اند ايه؟ اند الريجولار سبيد. الجراف مع الريجولار سبيد. وتالت حاجه هناخدها حاجه اسمها الاكسلريشن. الاكسلريشن تمام؟ يبقى احنا دلوقتي برضه هنتكلم عن ثلاث حاجات في الليسون ده زي الليسون الثاني. هنتكلم عن اول حاجه هو الجراف، ثاني حاجه هو الجراف والريجولار سبيد، وثالث حاجه هو الاكسلريشن. تمام كده؟ صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هات برضه ورقتك والقلم بتاعك ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسون 2 نبدا في الجراف. يعني ايه الجراف اصلا؟ انت دلوقتي احنا ليه اصلا بندرس الجراف؟ ليه بس تلاقي نفسك في الماس بتاخد جراف؟ ليه في الفيزيكس او في الساينس بتاخد جراف؟ ليه؟ بنستفيد ايه؟ تعال اقول لك احنا دلوقتي بنستفيد ايه. دلوقتي هديك مثال. دلوقتي انت اهو، دي عربيه ماشي، ده كده السبيد بتاعها هنحط في الحته دي كده، وده كده التايم بتاعها. يبقى ده كده السبيد وده كده ايه؟ التايم. انت حضرتك دلوقتي ماشي بالعربيه بتاعتك او ماشي يا عم على رجلك، يلا دلوقتي انت ماشي على رجلك بادئ من نقطه الصفر، صح؟ ما كانش عندك اي سرعه. فانت دلوقتي فضلت ايه؟ ماشي اهو. انت مثلا رايح المدرسه، حلو؟ فوانت رايح المدرسه فضلت ماشي اهو، حلو. اكيد انت مش هتروح المدرسه على طول، تقوم معدي ايه؟ تقوم معدي على عم محمد بتاع ايه؟ بتاع الفول. يلا عديت على عم محمد بتاع الفول اهو، عديت على عم محمد بتاع الفول، حلو؟ فضلت ايه؟ فضلت ماشي. بعد كده رحت ايه؟ رحت عند مثلا ايه؟ ناديت على صاحبي، وهكذا لحد ما في الاخر ايه؟ وصلت ايه؟ وصلت المدرسه، فالسرعه بتاعتي بقت صفر. تعال ندرس الجراف، تعال ندرس الجراف ده سوا. اول حاجه ده كده معناه ايه؟ لو انا مثلا جبت لك الشكل ده وقلت لك مثلا كار مشيت بالشكل ده وكده، انت فهمت ايه من الجراف دوت؟ فهمت والله، فهمت ان الكار كانت هنا واقفه، بعد كده بدات تمشي فضلت تتحرك، بعد كده السبيد بتاعتها ثبتت بقى ماشيه في ايه؟ في ريجولار سبيد، في سرعه منتظمه اهو، ماشيه في سرعه منتظمه في نفس السبيد. حلو كده؟ حلو. فضلت ماشيه، بعد كده السبيد بتاعتها فضلت تقل لحد ما وقفت. يبقى الجراف عرفك ايه؟ الجراف عرفك العربيه دي عملت ايه، او عرفك الكلام ده كله. يبقى احنا كده استفدنا ايه من الجراف؟ استفدنا اول حاجه بريدكت، يعني عرف لنا ريليشن شيب بتوين تو ايه؟ بتوين الفيزيكال كوانتيتي. عرف لنا العلاقه ما بين الفيزيكال كوانتيتي، اللي هو عارفين علاقه ما بين السبيد وبين التايم اهو. احنا كده عرفنا ايه اللي حصل ما بين السبيد والتايم. يبقى اول حاجه ايه؟ بريدكت. يعني ايه؟ يعني تنبأ. بريدكت يعني تنبأ. ده ريليشن شيب بتوين ايه؟ بتوين السبيد اند التايم. اول حاجه سهله. تاني حاجه اندرستاند، فهمنا ايه؟ فهمنا البراكتيكال ريزلت، وفهمنا النتيجه العمليه، النتيجه في الاخر ايه اللي حصلت. فهمنا ان احنا العربيه مشيت بعد كده وقفت، وسرعتها كانت عامله ازاي؟ كانت ثابته ولا سريعه ولا بطيئه؟ فالجراف عرفنا الكلام ده كله. ثالث حاجه describe للفيزيكال فينومينا in either way. عرف لنا الفيزيكال فينومينا، النظريه الفيزيائيه دي بطريقه سهله وتافهه جدا. ازاي؟ احنا دلوقتي مش عرفنا العربيه هنا مشيت، بعد كده السبيد بتاعتها بقت ايه؟ بقت بسيطه، بقت بنفس السبيد، بعد كده قلت وقفت. مش هو ده اللي حصل؟ شايفين الكلام ده كله مكتوب هنا، يعني رغي هنا 6-7 سطور على الكلام ده، بس انت في الجراف دوت عرفت ايه اللي حصل في الحته دي. يعني انت من الجراف انت عرفت ايه اللي حصل في العربيه اصلا، بدل ما تقعد تقرا 7 سطور. يبقى هو عرفك ايه؟ عرفك الفيزيكال فينومينا، عرفك الفيزيكال فينومينا دي بطريقه سهله. حلو كده؟ والله سهله ما فيهاش اي مشكله. سهله يا شباب؟ سهله. ده اول حاجه ايه هي اهميه الجراف، وليه اصلا احنا بناخد جراف. فهمتوا في الثلاث حاجات دول؟ اتمنى تحفظهم، ان هم اصلا مش محتاجين ان انت تحفظهم، انت اصلا كده اصلا يعني فاهمهم يعني. تمام. اول حاجه كده خلصناها. احنا قلنا نتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الجراف، بعد كده نتكلم تاني حاجه عن الجراف اند ريجولار سبيد، وتالت حاجه نتكلم عن حاجه اسمها اكسلريشن. خلصنا اول حاجه الجراف، تاني حاجه نتكلم عن الجراف اند ريجولار سبيد.
الشاطر اللي هيقول لي مين فاكر يعني ايه ريجولار سبيد؟ يلا اللي فاكرها يعرفها لي، يعرفني يعني ايه ريجولار سبيد. كنت انا قايلها بطريقه سهله، ريجولار سبيد ايكوال تايم ايكوال ديستانس. خلاص كده التعريف خلص، صح؟ صح. يبقى احنا هناخد ايه؟ هناخد الريجولار سبيد. ريجولار سبيد. طب ماشي. اند الجراف، ريجولار سبيد وايه؟ والجراف. دلوقتي احنا عايزين نمثل الريجولار سبيد بجراف. نمثلها ازاي؟ احنا عارفين الريجولار سبيد دي ايكوال تايم ان ايكوال ديستانس، صح؟ مش ده كده التعريف اللي خدناه المره اللي فاتت؟ فهو عن ايكوال تايم في ايكوال ايه؟ في ايكوال ديستانس. تعال ناخد مثال، تعال ناخد مثال. دلوقتي انا لو جيت قلت لك كار اهي ماشيه مثلا في ديستانس، ده كده الديستانس، واللي هكتبه هنا ده ايه؟ ده التايم. حلو؟ اول 20 متر احنا عارفين ايه؟ ريجولار سبيد ايكوال ديستانس في ايكوال تايم. اول 20 متر مشيتهم في 10 ثواني. تاني 20 متر بقوا كده 40، صح كده؟ مشيتهم في كام؟ في 20 ثانيه. تالت 20 متر 60 مشيتهم في ايه؟ في 40، في 30 اسف. تمام؟ بعد كده عندك 80 مشيتها في قد ايه؟ في 40. حلو كده؟ كده فيها اي مشكله؟ ما فيهاش كده اي مشكله. هل ده ريجولار سبيد ولا لا؟ انا عشان اعرف ان ده ريجولار سبيد ولا لا لازم اعرف ايكوال ديستانس في ايكوال تايم ولا لا. تعالى كده نشوف. او كل 20 متر بيمشيهم في 10 ثواني. اول 20 متر في 10 ثواني، ثاني 20 متر برضه في 10 ثواني، ثالث 20 متر بقى كده 60 برضه ايه؟ في 10 ثواني عشان هي 30 ايه؟ ثانيه. رابع 20 متر برضه ايه؟ برضه في 10 ثواني. يبقى كده ده ريجولار سبيد. لو جيت دلوقتي قلت لك ارسم لي جراف، يلا ما بين ايه وايه؟ لو جيت دلوقتي نرسم جراف ما بين السبيد وما بين اسف الديستانس والتايم. يلا هنرسم جراف ما بين الديستانس والتايم. هل هو الجراف هيكون شكله عامل ازاي؟ بص، كل ما الديستانس بيزيد التايم برضو بيزيد، يعني الاثنين ايه؟ دايركتلي بروبوشنال مع بعض، صح كده؟ صح. فيكون الشكل بتاعك بالشكل ده كده يا شباب. بص كده يكون الشكل ده بتاعك. سهله؟ يبقى الشكل بتاعك عامل كده يا شباب. ديستانس والتايم هيكون ايه؟ هو الاثنين عباره عن ايه؟ الاثنين عباره عن انفرسلي دايركتلي بروبوشنال يا شباب. دايركتلي بروبوشنال يا شباب، يعني العلاقه ما بينهم ايه؟ علاقه طرديه. دايركتلي ايه؟ بروبوشنال. فيها كده اي مشكله؟ يبقى دايركتلي بروبوشنال. بص يا شباب، انا معودك ان انت مش هتحفظ، انت هتفهم الديستانس والتايم. كل ما الديستانس بتزيد، كل ما انت ماشي بالعربيه بمرور الزمن، كل ما الديستانس بيزيد هتلاقي التايم بيزيد. فعشان كده دايركتلي بروبوشنال. يبقى اول جراف اول ما تشوفه اعرف ان انت بيتكلم عن الريجولار سبيد الجراف دوت. اما تلاقي العلاقه بين الديستانس والتايم دايركتلي بروبوشنال بالشكل ده كده، اعرف على طول ان هو كده ريجولار سبيد. حلو كده؟ حلو. تاني جراف عن ايه؟ عن الريجولار سبيد. يلا بينا تاني جراف، ولازم اشرح لك هو جه منين. تاني جراف. دلوقتي فاكرين المثال اللي فات؟ تعال نكتبه تاني. 20 40 60 80، صح كده يا شباب؟ ده كده كان الديستانس، وهنا كان التايم كان 10 20 30 40. عرفنا ان ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ريجولار سبيد، صح كده؟ الكلام ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن ريجولار سبيد. فانا دلوقتي لو جيت قلت لك تعالى كده ارسم لي علاقه ما بين ايه وايه؟ ما بين السبيد وما بين التايم. يلا هتتلخبط فيها دي. اللي هيعرفها يبقى برنس. يبقى ايه؟ يبقى برنس. بص كده، سبيد وتايم في الريجولار سبيد هيكون شكلها عامل ازاي؟ فكر وقول لي اهو. بعت لك خالص اهو، فكر وقول لي هتكون ايه. فكرت؟ اتمنى توقف الفيديو وتفكر انت. يا عبيط اللي ما عرفتش. ازاي ما عرفتش؟ ازاي؟ احنا مش عندنا ديستانس وعندنا تايم؟ طب ما تحسب لي السبيد اصلا. طب ما تعالى نحسبها، يلا بينا. السبيد، يلا هنحسب هنا ايه؟ هنا السبيد، ماشي. ديستانس بير ايه؟ تايم. 20 على 10 فيها كام؟ 20 على 10 فيها ايه؟ فيها الاثنين. 40 على ايه؟ 40 على 20 فيها كام؟ انت بتقسم ديستانس على التايم، برضه فيها الاثنين. 60 على 30 فيها الاثنين. 80 على 40 فيها الاثنين. ايه ده؟ ده السبيد ثابته ما بتتحركش. ايوه يا حبيبي، ما اسمها ريجولار سبيد، يعني سرعه منتظمه ما بتتغيرش. ايكوال ديستانس في ايكوال تايم. فانت الشكل الجراف بتاعها هيكون عامل كده. ايه دوت؟ شكلها ان السبيد بيكون ايه؟ السبيد بيكون كونستانت. كونستانت باي تايم. يبقى السبيد كونستانت باي تايم باي كفر تايم، والوقت بيعدي. يبقى سبيد كونستانت باي كفر تايم، والوقت عمال يعدي. هتلاقي اصلا ان ايه؟ ان السبيد ثابته. سهله؟ والله تافهه جدا وما فيهاش اي مشكله. اتمنى تكون وصلت. يبقى انت شكلين تشوفهم تعرف اللي هو بيتكلم في الريجولار سبيد. اول شكل السبيد والتايم كونستانت بالشكل ده،
وتاني شكل الديستانس والتايم عباره عن ايه؟ عباره عن دايركتلي بروبورشنال. حلو كده؟ والله سهله ما فيهاش اي مشكله. تمام كده؟ كده فيها اي مشكله يا حبيبي؟ والله فيها اي مشكله. يبقى احنا كده خدنا الجراف في الريجولار سبيد. تعال اخبطك، تعال نتلخبط سوا، تعال نتلخبط. لو انا عملت لك كده سبيد تايم وعملت لك كده، هل ده ريجولار سبيد؟ هتقول لي مثلا دقيقه واحده افتكر ده ريجولار سبيد كان سبيد مع تايم، لا ده كان كونستانت يا مستر، ده الكلام ده كده ايه؟ غلط. طب كده معناه ايه؟ كده السبيد بتزيد بمرور الوقت، فكده حاجه اسمها ايه؟ اسمها اكسلريشن سبيد او اكسلريشن موشن. يعني ايه اكسلريشن موشن؟ يعني الحركه بتتزايد. يبقى اكسلريشن موشن الحركه ايه؟ الحركه بتزيد. يبقى انت اول ما تلاقي السبيد بتزيد بمرور التايم دي كده اسمها اكسلريشن موشن. تعالى بس نقرا الكلام دوت، بعد كده هديكم شويه ايه؟ شويه حاجات كده سهله باذن الله مع بعضين. الريجولار سبيد هي عباره عن ايه؟ رسمنا الجراف بتاعتها اهو كده. اول حاجه خالص الديستانس والتايم بيكونوا بالشكل ده، الاثنين ايه؟ دايركتلي بروبورشنال مع بعض يا شباب. السبيد والتايم بيكونوا بالشكل ده، السبيد ثابته كونستانت ما بتتغيرش. طب حلو قوي. بص هنا زي ما قلت لك اهو، لو هو مثلا هيجي يجيبها لك في الجيف ريزون اهو، ليه؟ يلا هيقول لك في ستريت لاين. ليه في ستريت لاين؟ اول على طول ايه؟ اول ما يكون على طول في تو اكسس ما بين ايه؟ الديستانس والتايم. ماشي؟ ليه في ستريت لاين بالشكل ده كده؟ الستريت لاين اللي هو بالشكل ده، ليه؟ لان الاثنين عباره عن ايه؟ الاثنين دايركتلي بروبورشنال مع بعض. طب ماشي. طب هنا بيقول لك ليه في ستريت لاين باراليل للتايم؟ يعني موازي للتايم اهو، في ستريت لاين باراليل موازي للتايم اهو. ليه الكلام ده؟ عشان خاطر السبيد كونستانت باي كفر تايم اهو، عشان خاطر السبيد ايه؟ السبيد كونستانت از تايم بيسس، والتايم عمال ايه؟ التايم عمال يتحرك او يعدي. سهله سهله. طب ماشي كده زي الفل. تعالى كده يلا. لو انا مثلا دلوقتي جيت لخبطتك عملت لك كده بالشكل ده الديستانس والتايم اهو، ماشي؟ بس ايه؟ بس كونستانت، الديستانس كونستانت هنا. ده معناها ايه؟ طب تعالى فكر فيها. انا عايزك تقرا جراف، مش عايزك تحفظ، والله عايزك تقرا الجراف. طب اقراه ازاي؟ اهو كده الديستانس ايه في الحته دي؟ يعني الديستانس ثابت بمرور الزمن. الديستانس ثابت بمرور الزمن. معنى ايه الكلام ده؟ ديستانس ما بيتغيرش بمرور الزمن، يعني ما بتتحركش اصلا. صح؟ الديستانس ثابت بمرور الزمن، يعني انت اصلا ما بتتحركش. طب زي الفل. يعني معنى كده ان انت ايه؟ معنى كده ان انت تلاقي نفسك ايه؟ ريست، ثابت. سهله والله، تافهه جدا. انت اقرا الجراف وابتكر انت بقى، بس انا والله ما بحبكوش تبتكروا، انتوا ما بتبتكروش. انا عايزك بس تفهم وتعبر، ما تفتكرش انت. يبقى انت اول ما تلاقي على طول الديستانس ثابته بمرور التايم، اعرف على طول انت واقف ريست، لان مفيش ديستانس بتتحرك اصلا. تمام؟ مفيش سبيد اصلا. حلو حلو. طب ماشي. لو جبت لك الشكل ده فضل يلعب لك بالجراف، عمال يعملوا لك كده واشكال غريبه كده، دي اول ما يعمل لك كده الديستانس والتايم اعرف على طول ده ايه؟ اعرف على طول ده يعني الريجولار سبيد. يبقى تعرف على طول ده الريجولار ايه؟ الريجولار سبيد. يبقى انت اول ما تلاقي كده ده نون يونيفورم سبيد. نون يونيفورم اللي هو الريجولار، الاثنين بنفس الاسم او بنفس ايه؟ نفس المعنى. يبقى انت الريجولار سبيد نفس النون ايه؟ نون يونيفورم سبيد بالشكل ده كده. حلو كده يا شباب؟ حلو. يبقى كده ده ريست زي ما احنا قلنا. تمام. الثانيه دي بقى بتعبر عن ايه؟ تعالى كده معايا نشوف الثانيه دي بتعبر عن ايه. بص يا باشا، عايز اقول لك على حاجه. انت عندك دلوقتي كده وكده. احنا دلوقتي هنشوف السبيد بيحصل لها ايه بمرور التايم، السبيد والتايم. ماشي. هل السبيد السرعه بتزيد ولا السرعه بتقل؟ ولو السرعه بتزيد او تقل هيبقى اسمها ايه؟ ماشي. انت عندك هنا السبيد اهي، حلو كده، وهنا التايم. ماشي. اول حاله عندنا خالص لو السبيد بتزيد بمرور التايم، السرعه عماله تزداد بمرور التايم. اما السرعه بتزداد بمرور التايم دي اسمها اكسلريشن. اسمها ايه؟ اسمها اكسلريشن موشن. اسمها ايه؟ اكسلريشن موشن. يبقى الاكسلريشن موشن ديت معناها ان السرعه بتزداد بمرور ايه؟ بمرور التايم. حلو كده؟ لكن السبيد والتايم لو هي بتقل بقى العكس، لو هي قلت ايه اللي هيحصل؟ دي اسمها دي اكسلريشن موشن، معناها السرعه تباطؤيه، السرعه بتباطئ واحده واحده. يبقى دي كده اسمها دي اكسلريشن موشن. تمام كده يا شباب؟ كده فيها اي مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله. نرجع نقرا البي دي اف تاني. تعالى يلا البي دي اف تاني. يبقى انت عندك دلوقتي زي ما قلنا اهو، انت عندك دلوقتي لو هي نزل تحت اهي
السبيد بمرور التايم دي اسمها دي اكسلريشن موشن، يعني السرعه تباطؤيه، السرعه بتقل بتباطئ. طب حلو، دي كده عندك ايه؟ احنا طالما كده بعد كده قايلين بين السبيد والتايم، خلي بالك السبيد والتايم طالما حصل كونستانت بقت ثابته، طالما السبيد بقت كونستانت اعرف على طول اللي هي ايه؟ اعرف على طول اللي هي ريجولار سبيد. يبقى طالما هو بص انت عندك السبيد بقت ايه؟ بقت كونستانت، بقت ايه؟ بقت ثابته. طالما ثابته زي ما احنا قلنا يبقى عباره عن ايه؟ ريجولار سبيد يا شباب. تمام كده؟ تمام. هنا بقى ايه؟ الديستانس بيزيد بمرور التايم برضو ريجولار سبيد او يونيفورم سبيد زي ما احنا قلنا. طب حلو، السبيد بتزداد بمرور التايم، لسه قايلين ايه؟ دي اسمها اكسلريشن موشن، يعني السرعه ايه؟ بتزداد بمرور التايم، هي اكسلريشن موشن. تمام. وطبعا السبيد كونستانت بمرور التايم يونيفورم سبيد او ريجولار سبيد. كده سهله. اتمنى يكون الجراف ما فيهوش اي مشكله. احنا الجراف مش بنحفظه، احنا بنشوف ايه اللي حصل وبنقرر ده ايه. يعني احنا مثلا هنا بنشوف ايه؟ دي السرعه بتقل بمرور ازاي؟ عرفت منين السرعه بتقل؟ اهو انت عندك السرعه كانت كبيره، في اللي تقل لحد ما وصلت للصفر. تمام؟ فكده بتقل، فطالما قلت دي اسمها ايه؟ دي اسمها دي اكسلريشن موشن، يعني سرعه ايه؟ تباطؤيه، السرعه بتباطئ. طب حلو، هنا عندك ايه؟ هنا حصل الديستانس ثابت بمرور التايم. ديستانس ثابت بمرور التايم، يعني الديستانس ما بيتحركش، يعني العربيه ثابته، فدي كده عباره عن ايه؟ عباره عن ريست. زي ما احنا قلنا الكلام ده كله. يبقى انا عايزك تفهم الجراف وتعبر، مش عايزك تحفظ. تمام كده يا شباب؟ فيها كده اي مشكله؟ تعالوا نكمل نخش بقى ايه؟ على جزئيه ثانيه. الجزئيه الثانيه دي اسمها ايه؟ اللي اسمها الاكسلريشن. هنتكلم عن حاجه اسمها اكسلريشن اخر حاجه في حصتنا ونكون خلصنا كده النهارده. احنا هنتكلم عن 3 حاجات، ثالث حاجه فيهم كانت الاكسلريشن. يلا بينا. سمي الله، سهله جدا وباذن الله اشرحها لكم بطريقه جميله جدا. يعني ايه اكسلريشن؟ كنت انا قايل لكم ايه؟ كنت انا قايل لكم اللي احنا عمرنا ايه؟ اللي احنا عمرنا ما هنحفظ ديفينيشن، ده احنا ايه؟ ده احنا هنغشه، صح؟ صح. تعالوا نشوف هنغشه ازاي دلوقتي. يلا بينا، يلا بينا. انت عندك دلوقتي يعني ايه اكسلريشن؟ يعني ايه الاكسلريشن؟ بص يا شباب، اكسلريشن ديت القانون بتاعها بيقول ايه؟ بيقول اللي تشينج في السبيد على التايم. التشينج في التشينج او العلامات دلتا دي اسمها التشينج، يعني التغير في السرعه في السبيد على ايه؟ على التايم. ده كده قانون ايه؟ ده كده قانون الاكسلريشن. يبقى انا لما يعني ايه اصلا اكسلريشن؟ هل انت ما بتمشي بالعربيه او ماشي مثلا على رجلك سرعتك بتكون ريجولار ثابته؟ لا، السرعه طبعا بتتغير. ازاي السرعه ثابته؟ انت طبعا مثلا في طريقه هتعديه، في حاجه هتعديها، فسرعتك مش هتكون ثابته، صح؟ سرعتك متغيره. فالتشينج في السبيد التغير في السرعه. لو انت حسبت تغير سرعتك دوت قسمته على الزمن اللي انت مشيته فيه هتحسب الاكسلريشن دوت. طب ازاي؟ يعني ايه اصلا الدلتا سبيد او التشينج سبيد؟ يعني انت بتعمل كده، بتجيب الفاينل سبيد، يعني سرعتك النهائيه ماينس ناقص تطرح منها ايه؟ الانيشيال سبيد اللي هي السرعه ايه؟ السرعه الابتدائيه بتاعتك على ايه؟ على التايم. تاني؟ ما فهمتش حاجه؟ انا دلوقتي عايز احسب الاكسلريشن، بعمل ايه؟ بجيب الفاينل سبيد، سرعتي النهائيه اللي مشيت بيها قد ايه؟ بطرحها من الانيشال سبيد وبقسمه على الزمن ده. حلو كده؟ ما تخافش، هنحل مسائل كتير دلوقتي سوا، ما تقلقش. يبقى انا دلوقتي لو جيت قلت لك ايه هو الديفينيشن بتاع الاكسلريشن، هتقول لي هو عباره عن ايه؟ التشينج في السبيد باي تايم او ان 1 سكند. تمام كده؟ اي حاجه من دول مش تفرق، ان 1 سكند او باي تايم. يبقى هي عباره عن ايه؟ التشينج في السبيد ان 1 سكند. كده في اي مشكله؟ ده كده الديفينيشن بتاع الاكسلريشن. طب زي الفل. لو جيت قلت لك القانون بتاعه، بتجيب الفاينل سبيد السرعه النهائيه تطرحها من انيشال سبيد بير تايم. طب اوف كده، اوف. انا بص بديك اساسيات وهنحل كل ده هتفهمه دلوقتي. اول حاجه هسالك سؤال، لو انت مثلا جيت دلوقتي لقيت الفاينل سبيد اكبر من الانيشال سبيد، ركز معايا، سبيد، هل الاكسلريشن هتطلع بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ فكر انت وقول لي. انا دلوقتي هفكر يا مستر، ده انا هطرح حاجه كبيره، الفاينل سبيد اهو هو الاكبر، هطرح حاجه كبيره من حاجه صغيره طبعا بالبوزيتيف، صح كده؟ يعني مثلا لو هنا مثلا ايه 10 وهنا مثلا 5، عشان قلنا ان الفاينل هو الاكبر، صح؟ 5 ناقص 10 كام؟ هتكون ببوزيتيف 5، صح؟ فدي هتطلع بالبوزيتيف وبنرمز لها بالرمز دوت، تبقى عباره عن كده. يبقى عباره عن كده اللي هي بتتزايد بتزداد. البوزيتيف او النيجاتيف في الاكسلريشن مش بيعبر عن قيمه الرقم، بيعبر على ان السرعه بتتزايد ولا بتتناقص. حلو كده؟ السرعه بتزداد ولا بتقل؟ يا رب تكون وصلت. لو ما وصلتش والله هتوصل بالامثله. كمل بس معايا، كمل معايا. يبقى انا لو قلت لك ان الفاينل سبيد اكبر من الانيشال سبيد هتطلع بالبوزيتيف، وهيكون هو ده الشكل البياني بتاعها، هيكون اسمها ايه؟
هتكون اسمها بوزيتيف اكسلريشن. يبقى هتكون اسمها بوزيتيف اكسلريشن. يبقى البوزيتيف اكسلريشن معناها ان الفاينل سبيد اكبر من الانيشال سبيد. يا رب تكون وصلت. تمام كده؟ فيها مشكله؟ ما فيهاش كده اي مشكله. طب تعالى لو جيت دلوقتي قلت لك ايه؟ تعالى نكتب القانون تاني عشان لو احنا نسيناه. تعالى انت عندك الاكسلريشن بتساوي ايه؟ بتساوي الفاينل سبيد. يلا بقى عيد تاني القانون عشان خاطر ايه؟ تحفظوه ان شاء الله واحنا مع بعض. ماينس الانيشال سبيد. الفاينل سبيد ماينس الانيشال ايه؟ سبيد على التايم. فيها كده اي مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله. لو جيت دلوقتي قلت لك ان الانيشال سبيد اكبر من ايه؟ اكبر من الفاينل سبيد. هل الاكسلريشن تطلع بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ طب تعالى ناخد مثال عشان نفهم. تعالى لو قلت لك مثلا ان الفاينل سبيد دي ب5 والانيشال سبيد دي ب10، عكسنا المره دي، ها؟ فانا هطرح ايه؟ 5 ماينس 10، يبقى الناتج هيطلع ايه؟ هيطلع ماينس 5، صح؟ ماينس 5. يبقى طالما الانيشال سبيد اكبر من الفاينل سبيد، افهم واعرف على طول ان دوت ايه؟ ان ده اسمها نيجاتيف، اسمها كده نيجاتيف اكسلريشن. يبقى اسمها نيجاتيف اكسلريشن. يبقى هي النيجاتيف اكسلريشن اللي انا بطرح انيشال سبيد بطرح الفاينل سبيد ماينس الانيشال سبيد بيطلع معايا بالنيجاتيف. طب هنيجي للمستقبل الرسمي البياني هيكون بالشكل ده كده. معناها ايه؟ معناها اللي هي بتقل. معناها اللي هي ايه؟ بتقل. كده فيها اي مشكله يا شباب؟ هناخد امثله والكلام ده هنعيده تاني ما تقلقش. تعالى نقرا الكلام ده. يلا بينا نقرا الكلام دوت. يبقى انت عندك دلوقتي اول حاجه اتكلمنا عليها هي الاكسلريشن. الاكسلريشن عباره عن ايه؟ هي تشينج زي ما احنا قلنا اهو في السبيد ان 1 سكند. بس كده. التشينج في السبيد ان 1 سكند. الكلمه دي مهمه قوي. ان سبيسيفيك دايركشن. الكلمه دي مهمه. الليسون الجاي اعرفها كده وبس، وانا الليسون الجاي هشرحها لك. بنمشي خطوه خطوه مع بعضينا، ماشي؟ يبقى هي عباره عن ايه؟ تشينج ان اوبجكت، اي اوبجكت ان سبيد ان ايه؟ ان 1 سكند او باي 1 سكند. سهله ما فيهاش اي مشكله. الاكسلريشن عباره عن ايه؟ عباره عن الفاينل سبيد ماينس الانيشال سبيد. حلو كده؟ بير تايم. طب معلش تعالى نرجع، عايزين ناخد اليونت بتاع الاكسلريشن. ايه هو اليونت بتاع الاكسلريشن؟ طب احنا اليونت دلوقتي نعرفه منين؟ تعالى اقول لك اليونت دلوقتي نعرفه منين. تعالى كده ناخد صفحه جديده. تعالى نكتب القانون تاني عشان خاطر نحفظ. يلا قول معايا. عايزين الاكسلريشن هنعمل ايه؟ هنجيب الفاينل سبيد نطرحه من ايه؟ نطرحه من الانيشال سبيد. انيشال سبيد على ايه؟ على التايم. طب حلو. احنا برضو ما بنحفظش يونت. اليونت بنطلعه من القانون، صح؟ انت عندك اول حاجه فاينل سبيد ماينس الانيشال سبيد. اللي فوق ده سبيد، صح؟ السبيد كنا واخدين اليونت بتاعته الحصه اللي فاتت، كانت اليونت بتاعته ايه؟ متر بير سكند. برافو عليك. يبقى متر بير سكند او كيلو متر بير اور، صح؟ يبقى ده كده متر بير سكند. حلو كده؟ وتحت التايم بالايه؟ بالسكند. يبقى انا دلوقتي بقسم متر بير سكند بقسمها على السكند، صح؟ فاكرين انت في الرياضه مش بتقول مقام المقام بسط، صح؟ فيطلع في الاخر ان اليونت بتاع الاكسلريشن متر بير سكند سكوير. مهمه قوي 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 قوي. يبقى اليونت بتاع الاكسلريشن متر بير سكند سكوير. متر بير سكند سكوير. طب السكوير ده جت منين؟ عشان خاطر بتقسم اهو السكند متر بير سكند على السكند، فمقام المقام بسط بيطلع لفوق كده، فبتكون دي سكوير. يا رب تكون وصلت، يا رب تكون وصلت، واتمنى كل كلمه والله تكون وصلت. تمام؟ نرجع يلا نكمل قرايه. يلا بينا نرجع. اهو قلنا دلوقتي الاكسلريشن هو عباره عن ايه؟ تشينج في السبيد فاينل سبيد ماينس انيشال سبيد على التايم ومتر بير سكند سكوير. طب زي الفل. تعال دلوقتي نبدا نحل مسائل. تعال نبدا نحل المسائل. قبل ما نحل المسائل 99% من المسائل 99% الفاينل سبيد او الانيشال سبيد حاجه فيهم بتكون بصفر. عيد تاني الفاينل سبيد او الانيشال سبيد في اغلب المسائل حاجه فيهم بتكون صفر. طب انا دلوقتي اعرفها منين؟ لو جه دلوقتي قال لك انا دلوقتي بدات من ايه؟ بادئ مثلا من الصفر، او مثلا بادئ من الريست. ستارت ويز ريست. بدا دلوقتي من الريست، يعني بدا وهو ايه؟ ثابت اصلا. فكده الانيشال سبيد معناها ايه؟ معناها اللي هي بصفر، صح؟ يبقى لما يجي يقول لك ان انا بادئ من الريست، بادئ من الراحه، من الريست، اعرف على طول الانيشال سبيد دي بصفر. طب ماشي. يجي يقول لك السرعه كذا وحصل كذا ومشي الطريق، في الاخر يقول لك ايه؟ لحد ما ستوب، لحد ما الكار ستوب، العربيه مثلا وقفت. يبقى كده الفاينل سبيد بكام؟ العربيه وقفت خلاص. الفاينل سبيد بكام؟ الفاينل سبيد كده بزيرو. يبقى انت الفاينل سبيد بزيرو امتى؟ اما يقف في الاخر. انيشال سبيد امتى؟ اما يبدا من ايه؟ من الريست، او يبدا من هو ايه؟ وهو واقف. تمام؟ تعال نقرا المسائل
ونشوف المسائل نحلها سوا، هتلاقي الدنيا تافهه جدا جدا. يلا سبيشال كار كان موف فروم ايه؟ فروم ريست، ماشي من ريست. اول ما اشوف دي اروح على طول الانيشال سبيد اهي، الانيشال سبيد ايكوال كام؟ ايكوال 0. سهله؟ والله سهله ما فيهاش اي مشكله. طب حلو. اند سبيد ريتش، السبيد وصلت ايه؟ 90 متر بير سكند، يبقى كده عندي الفاينل سبيد بكام؟ الفاينل سبيد ايكوال 90 متر بير سكند. بير سكند. تمام كده يا شباب؟ تمام. ان ايه؟ ان 10 سكند. طب ماشي 10 سكند اللي هو ايه؟ اللي هو التايم، يبقى التايم كده ايكوال 10 سكند. وات اكسلريشن؟ عايز يعرف الاكسلريشن بتاع الكار موف. سهله، كل اللي نعمله فاينل سبيد ماينس الانيشال سبيد على التايم. الفاينل سبيد بكام؟ ب 90 ماينس الانيشال سبيد اللي احنا جبناه بكام؟ بزيرو، بصفر، على التايم اللي هو ايه؟ اللي هو ب 10 تطلع معاك ب 90 متر بير سكند سكوير. متر بير سكند سكوير. تنقص المساله كلها غلط لو ما كتبتش السكوير ده. تمام؟ تركز معايا؟ تركز معايا. المساله الثانيه بيقول لك ان السبيد بكام؟ ب 40 متر بير سكند، يبقى ده كده ايه؟ الانيشال سبيد، يبقى الفي 1 الانيشال سبيد هنسميها في 1، في 1 ايكوال ايه؟ 40 متر بير سكند. حلو قوي. الدرايفر يوز بريك تو ستوب، الدرايفر ايه؟ وقف. السائق العربيه ده ايه؟ وقف. طالما هو ستوب وقف يبقى كده ايه؟ يبقى كده الفاينل سبيد بكام؟ بزيرو، يبقى انت عندك كده الفي 2 ايكوال كام؟ ايكوال 0. حلو كده؟ حلو. في كام؟ في 20 سكند، يبقى التايم ايكوال ايه؟ 20 سكند. عايز يحسب الاكسلريشن، الفاينل سبيد ماينس الانيشال سبيد على التايم. الفاينل سبيد بكام؟ الفاينل سبيد لسه قايلينها بزيرو اهي. طب الانيشال سبيد ب 40، يبقى 0 ماينس 40 على الكام؟ على ال 20 هتطلع بنيجاتيف 5 متر بير سكند. دي كده اسمها نيجاتيف اكسلريشن زي ما احنا قلنا. سهله؟ والله سهله ما فيهاش اي مشكله. بس خلي بالك، خلي بالك الماينس هنا مش بتعبر عن قيمه الاكسلريشن، لا، قيمه الاكسلريشن بس هي 5 متر بير سكند، لكن النيجاتيف دي معناه ان السرعه بتتناقص. يا رب تكون فهمتها، يا رب. المساله اللي بعدها الأوبجكت موف فروم ريست، من غير ما أكمل يبقى في 1 ايكوال كام؟ ايكوال 0 للإنيشال سبيد، هنسميها في 1. ماشي. ريجولار سبيد لحد ما وصل ل 10 متر سكند، 10 متر سكند يبقى الفي 2 ايكوال 10 متر بير سكند. هو عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الاكسلريشن. أول حاجة خالص عايز يحسب الاكسلريشن في ال 2 سكند، يبقى يلا 2 سكند يبقى الفاينل سبيد ماينس الانيشال سبيد، 10 ماينس 0 على ال 2 هتطلع معاك ب 5 متر بير سكند سكوير. بعد كده تاني حاجه عايز يحسب ايه؟ اللي تشينج في السبيد عند ايه؟ عند ال 1 سكند. اللي تشينج في السبيد اللي هو الاكسلريشن، تعريف الاكسلريشن تشينج في السبيد، صح؟ صح. يبقى 10 ماينس 0 على ال 1 هتطلع معاك ب 10 متر بير سكند سكوير، وهكذا يا شباب. فيها كده اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. اهو ده البوزيتيف اكسلريشن. نيجاتيف، البوزيتيف معناه ان انكريز الاكسلريشن، الاكسلريشن بايه؟ بتتزايد، لكن النيجاتيف ديكريز اكسلريشن زي ما احنا قلنا. طب ماشي. بص بقى عشان مهمه، زي ما احنا قلنا البوزيتيف اكسلريشن، البوزيتيف اكسلريشن معناه ان الفاينل سبيد اكبر من الانيشال سبيد، لكن النيجاتيف الانيشال اكبر من الفاينل. صح كده يا شباب؟ صح. ده الرمز بتاعك. لو جالك الشكل ده قال لك الاكسلريشن بكام، هتقول له ايه؟ بالراحه، انا عارف الاكسلريشن تغير في ايه؟ في السبيد، يعني السبيد عماله تتغير. ماشي. هنا السبيد ثابته، هل كده في اكسلريشن؟ لا، ده مفيش اصلا اكسلريشن، لان الاكسلريشن ده تغير في السرعه، والسرعه هنا ايه؟ والسرعه هنا ثابته يا شباب. فده يونيفورم سبيد مالهاش اي علاقه بالاكسلريشن. هنا لو كده احنا مش قلنا دي عباره عن ايه؟ عباره عن نون يونيفورم سبيد، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الفاينل اكبر من ايه؟ اكبر من الانيشال، فدي كده اكسلريشن سبيد. طب دي كده بوزيتيف اكسلريشن ولا نيجاتيف؟ طبعا بوزيتيف اكسلريشن عشان خاطر بتتزايد. هنا نيجاتيف اكسلريشن يا شباب، او دي اكسلريشن موشن زي ما احنا لسه قايلين. يا رب كده تكون وصلت يا شباب. بس احنا كده خلصنا يا شباب الدرس اهو، الحمد لله كده خلصنا الاكسلريشن. اتمنى يكون الدرس كله وصل لكم. ربنا معاكم ويوفقكم جميعا. اي حد واقف معاه سؤال في جزئيه مش فاهمها يخش بقى لي على الواتس، هفضل معاكم لحد ليله الامتحان ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.